السلام عليكم واهلا بيك. لو انت مهتم بمسلسلات رمضان فاحنا هنعمل سلسلة فيديوهات نتكلم فيها عن تفاصيل المسلسلات اللي هتتذاع في شهر رمضان. فلو انت حابب تتابع السلسلة كاملة اشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات والاخبار الخاصة باعمال رمضان 2024، ويا ريت تدعمنا بلايك للفيديو ويلا بينا. أول مسلسل هنتكلم عن تفاصيله هو مسلسل إمبراطورية ميم، واللي هيكون من بطولة الفنان خالد النبوي، وهتشارك معاه في البطولة الفنانة حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل مرة تانية، وهيشارك معاهم في المسلسل الفنانة نشوى مصطفى ومحمود حافظ وميان السيد. والمسلسل ده هيكون تاني تعاون بين الفنان خالد النبوي والمخرج محمد سلام بعد ما قدموا لنا قبل كده مسلسل راجعين يا هوا اللي اتذاع في رمضان 2022، والمسلسل حقق نجاح كبير جدا وقتها. اما بالنسبة لقصة المسلسل فهو متاخد من رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، واللي اتقدمت قبل كده في فيلم للفنانة فاتن حمامة، لكن المرة دي هتبقى بشكل مختلف وهيقدم دور الأب الفنان خالد النبوي. بتحكي قصة المسلسل عن أب عنده 6 أبناء، واللي هيقوم بدورهم في المسلسل نور النبوي وهاجر السراج وإلهام صفي الدين ومنى زاهر وأحمد وهدان وريمون توفيق. والأب بيتولى مسؤولية تربيتهم لوحده بعد وفاة والدتهم، وبتزيد مشاكلهم بسبب انشغاله بعمله، خصوصا بعد دخول معظمهم في مرحلة المراهقة اللي بتخلي العلاقة متوترة ما بينهم، ويطلبوا منه يعملوا انتخابات علشان يختاروا حاكم للأسرة. وبعد ضغط كبير منهم بيوافق الأب على فكرتهم، وبعد شوية صراعات وأحداث في المسلسل بيكتشفوا إنهم ما يقدروش يواجهوا المشاكل لوحدهم، ويقرروا إنهم يختاروا الأب تاني هو اللي يحكم البيت، وهو بيتفاجئ من قرارهم وانهم اتنازلوا عن حريتهم مقابل حبهم ليه، وفي نفس الوقت بيفهموا غلطهم وانهم ما كانوش قد المسؤولية، وان دور الاب ما ينفعش يتعوض. والمسلسل فيه كتير من المشاهد الدرامية الاجتماعية اللي بين الاب وابنائه. فيا ترى المسلسل هيحقق النجاح اللي هيخليه يسيب اثر مع الناس، ولا مش هيكون بنفس مستوى الفيلم اللي بيعتبر من ايقونات السينما المصرية القديمة لحد الان؟ يا ريت تشاركنا برأيك في كومنت وتقول لنا تتوقع ايه للمسلسل. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.